ازيك يا صديقي؟ انا جاي النهارده اتكلم معاك عن حاجه مهمه جدا لجسمك. هو ما يستغناش عنها، لكن لو زادت عن الحد تعمل مشكله خطيره، ولو قلت برضه تعمل كارثه. الموضوع ده موضوع مهم انك تفهمه، تعرف ابعاده، تعرف ازاي تحسنه لو قل، وتعرف ازاي تتجنبه لو زاد عن اللزوم. النهارده هنتكلم مع بعض عن الادرينالين. لو زاد في الجسم طب بيزيد ازاي؟ ولو قل في الجسم ايه العوارض او ايه المشاكل اللي ممكن يعملها؟ الادرينالين حاجة مهمة جدا جدا في جسمك، بتحصل مع الخوف الشديد. اول ما يحصل انك تخاف بشكل قوي، هتلاقي حدقة عينك اتوسعت بشكل كبير جدا علشان تقدر تشوف كل الزوايا وتقدر تتابع كل حاجة بدقة شديدة. كمان عضلة قلبك هتبدأ تنبض بشكل كبير جدا علشان تودي دم اكتر للمخ، لان انت في الحالة دي جسمك كده زي ما يكون بيتأهب ان هو في حالة خطر. عايز عين مركزة جدا، عايز عضلات قوية جدا، وعايز كمان يكون المخ في اعلى درجات تركيزه علشان يهرب من الخطر ده. وانت ماشي في ساعة مغربية كده في الطريق وسرحان مع نفسك ومش مركز في حاجة خالص، قلت تتأمل في الطبيعة كده وتشوف خلق ربنا الجميل، لكن للأسف انت ما كنتش عارف ايه اللي مستنيك. للأسف أنت شخص عندك فوبيا من الكلاب، وفي كلب ناويلك على خير وجاي وراك بأقصى سرعة ممكنة. وقت ما أنت لمحت الكلب ده إيه اللي حصل لك؟ الغدة الفوق كلوية أدركت في اللحظة دي إنك في خطر، فزادت نسبة الأدرينالين في جسمك، وعلى أساسه تنفسك زاد جدا. الشهيق اللي أنت بتاخده في صدرك معدله زاد، نبضات قلبك معدلها زاد علشان تضخ دم بصورة أكبر عشان يوصل لعضلاتك، لأنك المفروض دلوقتي في مرحلة خطر وعايز تدافع عن نفسك. كمان حدقة عينك هتوسع بشكل غير طبيعي علشان تعرف تجري فين وازاي وتهرب منين. أنا عايز أفاجئك كمان إن سرعتك فجأة هتبقى متضاعفة. لو أنت بتجري بسرعة 10 كيلو هتبقى 20 كيلو، وده وعد مني، لان الادرينالين لما بيزيد في الجسم ده اللي بيحصل لاي انسان طبيعي. الحاله دي لما بيجي يوصفوها بيسموها فايت اور فلايت، يا اما هتواجه يا اما هتجري. وانا لو مكانك طبعا هجري. اول حاجه مش هتحس بالجوع لان الهضم عندك شبه هيتوقف. كمان مش هتحس انك عايز تخش الحمام، مش هيبقى فيه ادرار للبول اصلا. كمان هتحس ان جسمك سقعان جدا، ده مش علشان حاجة، ده عشان انت معدل العرق عندك زاد جدا، وبالتالي حسيت ان جسمك بردان. كمان نسبة الاندورفين بتزيد في جسمك، وده بيخليك ما عادش تحس بحاجة. يعني لو الكلب اللي بيجري وراك ده عضك، انت اصلا ساعة العضة مش هتحس بحاجة، لكن بعدها بشوية طبعا هتحس بألم شديد وهتصوت وهتلم الدنيا. عايز اقول لك لو الخوف زاد عندك ونسبة الادرينالين زادت فعلا في جسمك، والدم وصل بشكل عالي او بمعدل عالي للعضلات، انت تقدر تعمل حاجات عمرك ما تتخيلها. في امريكا حصل موقف شبه كده. واحدة كانت ماشية هي وابوها، وفجأة ونش بين العربية من مكان لمكان، وقعت العربية ديت على ابوها. فمن كتر خوفها ومن كتر رغبتها في ان هي تنقذ ابوها، قدرت فعلا ان هي ترفع العربية. فرفعت العربية وتم انقاذ ابوها من تحت العربية دي. فلك تتخيل، ودي واحدة ست. لو انت راجل بقى وعضلاتك اقوى منها بكتير، تتخيل ممكن تعمل ايه؟ طيب دلوقتي احنا عرفنا ايه اللي بيحصل لك لو الادرينالين نسبته زادت في جسمك. طب ايه اللي هيحصل لو الادرينالين نسبته قلت في جسمك؟ لو جينا نتكلم بقى عن المشاكل اللي بتحصل لما نسبة الادرينالين بتقل في الجسم، لما بيحصل ان الغدة الفوق كلوية بتضمر، نسبة الادرينالين بتقل في الدم، وعلى اساسه بتخش في متلازمة الارهاق المزمن. متلازمة الارهاق المزمن دي بيصحبها طبعا تعب في اغلب انحاء جسمك وفي عضلاتك، وكمان اضطرابات في القلب وفي النوم. لو لا قدر الله نسبة الادرينالين ناقصة عندك، هتضطر تاخد الكلام ده بصورة ابر بعد استخلاص الادرينالين من الحيوانات، ولكن الكلام ده طبعا بيتم بعد التحاليل وبعد استشارة الدكاترة وكده. لكن لو النسبة عندك أقل من الطبيعي، من خلال اللحوم والأسماك والبيض وبعض أنواع الأكلات اللي بيتم الإيصاء بها من خلال الأطباء، بتعلى النسبة تاني وترجع لمعدلها الطبيعي. أتمنى ليكم كلكم كل الشفاء يا رب. ولكن الأدرينالين حاجة مهمة جدا في حياتنا، منقدرش نستغنى عنها. نحاول نحافظ على نسبته متزنة بإن احنا
نبعد عن الاضطرابات النفسية والضغط العصبي، ونحاول نوازن ما بين حياتنا وننظم طريقة حياتنا ما بين الرياضة والعمل والعبادة، وكمان ناكل أكل صحي وطبيعي عشان نحافظ على حياتنا. شكرا لكم، وإن شاء الله أشوفكم في فيديو تاني.